الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. انا عندي فلفل حصى، انا عايزه اطحنه. انا هوريكم الاضافات اللي انا بضيفها عليه وبتخلي الفلفل حاجه ما شاء الله، ريحه وطعم. لو حطيته بس فلفل يعني كفايه قوي قوي. بحط انا معايا حوالي 8 كيلو فلفل حصى. بحط حوالي معلقه كوبيبه صيني اللي هي دي اسمها كوبيبه صيني، ومعايا حبايه جوز الطيب، ومعايا ورق لورا، ومعايا زر الورد، ومعايا عودين قرفه. ممكن ازود قرفه عن كده بس دول اللي عندي. ومعايا معلقه صغيره قرنفل اللي هو القرنفل المسمار ده. ومعايا حوالي معلقه كبيره حبهان. كل الحاجات دي انا بحمصها على نار هاديه، وبعدين اسيبها تهدى كده لحد ما كل حاجه فيها تحمص، عشان انا نار هاديه عشان تحمص وما تتحرقش. واقلبها باستمرار واسيبها لما تهدى واطحنها في المطحنه. بتخلي معايا الفلفل بتاعي، انا بسميه فلفل. لو حطيتي منه على اللحمه بقى تخيلي كل الخلطه دي روعه، او على اي حاجه بتعمليها، بتخلي الفلفل ريحته وطعمه في حته تانية خالص خالص خالص. جربوا الطريقه ديت. وانا هحمص الحاجات دي واطحنها واوريها لكم بعد ما تطحن. يعني كل اللي انا هعمله الوقت نار هاديه، وهقلب كل المكونات دي لما تحمص حلو. وانا ما بضيفش اكتر من كده على الفلفل. وممكن على فكره الكمون برضو ممكن نضيف عليه، بس ورق اللورا. الكزبره بقى بنحب ريحتها زي ما هي كده. لكن الفلفل بنضيف معاه المكونات الجميله دي اللي تنفع للشوربات والحاجات دي وللحوم. كل المكونات دي جميله وبتديله طعم وريحه روعه. هنشوف مع بعض. شايفين انا طبعا قبل ما اطحن مسكت الكبيبه الصيني، لا قصدي جوزة الطيب كسرتها هي والقرفه، مسكتهم كده بحاجه باي حاجه عندك كسريهم وقبل ما يتحمصوا علشان يبقوا سهلين في الخلاط. انت بقى بتعملي درجه النعوم اللي انت عايزاها. دي ما باجي اخد مثلا واحط على اي وصفه بقول فلفل، ما بقعدش بقى اعد المكونات، بس احنا بنبقى عارفين مع بعض ايه المكونات اللي على الفلفل. الله على الريحه والجمال بقى. احلى حاجه ان انت تطحني البهارات في البيت، لانها بتبقى طازه وجميله وريحتها زي جميله جميله. مش لان الحاجات دي لما بتتركن ريحتها بتروح بصراحه. وجربوها وقولوا لي ايه رايك.